استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي اليوم الثاني على التوالي يصل إلى 47 جنيه و42 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم، المكان اللي هتلاقي فيه أحدث وأدق أخبار الاقتصاد وأسعار الدولار يوم بيوم. النهاردة الدولار بدأ تعاملات الصبح على حالة استقرار قدام الجنيه المصري، ومفيش أي تغيير كبير في الأسعار. سعر الدولار في البنك المركزي المصري سجل 47 جنيه و42 قرش للشراء، 47 جنيه و56 قرش للبيع. أما في بنك CIB فسجل الدولار شراء 47 جنيه و45 قرش، بيع 47 جنيه و55 قرش. في بنك القاهرة تقريبا كان نفس السعر، سجل شراء 47 جنيه و45 قرش، بيع 47 جنيه و55 قرش. في البنك الأهلي المصري سجل الدولار شراء 47 جنيه و45 قرش، بيع 47 جنيه و55 قرش. أتمنى يا رب أكون فدتكم. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل أخبار الدولار وأسعار الدولار في مصر. ألقاكم في أمان الله. سلام عليكم.